نهائي كاس مصر بشكل مختلف في السعودية. أهلا وسهلا بكم حبايبي وأصدقائي. مباراة الليلة هي قمة مرتقبة بكل تأكيد ما بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، أو النادي الأهلي ونادي الزمالك. هي مباراة عودة الروح الرياضية، مباراة بعنوان لا للتعصب. إدارة نادي الأهلي بترحب بإدارة نادي الزمالك، ولكن على الجماهير أن تعي ذلك. يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، وفي النهاية أنها كرة القدم. النهاردة إن شاء الله الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، على الأراضي السعودية بحضور جماهيري كبير وجوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي. مباراة هي مباراة ضرب نار تكسير العظام، ولكن في النهاية الفائز نقول له ألف مليون مبروك، والخاسر نقول له هارد لك. إنها كرة القدم. مباراة الليلة هي مباراة منقولة على أكتر من 10 قنوات: قناة الأهلي والزمالك وأون تايم سبورتس وبي إن سبورتس، ومباراة أيضا وقنوات أخرى. مباراة هي على اس اس سي السعودية، مباراة قوية جدا في غياب محمد الشناوي، وأيضا غياب وسام أبو علي، ويحضر كهربا وإمام عاشور للمرة الأولى. وفي الزمالك يحضر عبد الله السعيد وناصر ماهر أمام نادي الأهلي في القمة الأولى بقميص نادي الزمالك. إنها مواجهة مرتقبة. هي المباراة الأولى لجوميز مدرب نادي الزمالك، ولكن هي مباراة هتكون مباراة قوية جدا في حضور جماهيري وإعلامي كبير جدا جدا على الأراضي السعودية. اكتب لنا في كومنت وقول لنا توقعك بنتيجة مباراة الليلة، النادي الأهلي ونادي الزمالك.